القصة دي بعنوان بيت المنزلاوي. القصة دي حصلت في بيت قديم تقريبا مهجور من سنين طويلة في حارة شعبية اسمها حارة المنى. الحارة دي كانت معروفة انها هادية ونضيفة، بس في حتة في اخرها كانت كأنها مش من الحارة اصلا. بيت كبير وضخم، كان الناس بيسموه بيت المنزلاوي. البيت ده كان ليه قصة غريبة. صاحبه الأصلي الحاج إبراهيم المنزلاوي كان راجل غني ومشهور في المنطقة، بس في يوم وليلة اختفى هو وعيلته كلها. اختفوا كأن الأرض اتشقت وبلعتهم، محدش عارف راحوا فين. والبيت فضل مقفول ومطرب سنين طويلة. الناس كانت بتخاف تقرب منه، وبيقولوا بيسمعوا أصوات غريبة بالليل زي همسات أو خبط خفيف. العيال الصغيرة كانوا بيقربوا منه عشان يلعبوا تحدي مين يدخل جوه، بس مفيش حد كان بيكمل. صاحب القصة بيقول: أنا اسمي أحمد، وكنت وقتها في أول العشرينات. كنت بحب المغامرات، وموضوع بيت المنزلاوي ده كان بيشدني جدا. أصحابي كانوا بيحذروني منه وبيقولوا: البيت ده مسكون يا أحمد، ابعد عنه أحسن لك. بس أنا كنت بضحك وبقول لهم: خرافات يا جدعان، مفيش حاجة اسمها مسكون. في ليلة من الليالي كنت قاعد أنا وصحابي 3، محمود وعلي وحسام. كنا بنلعب كوتشينة وبنهزر لحد ما جه سيرة بيت المنزلاوي. محمود قال: أنا بقول إن البيت ده فيه سر، ممكن يكون كنز مدفون. علي ضحك وقال: كنوز ايه بس يا عم، ده بيت المنزلاوي اللي الجن ساكن فيه. حسام اللي كان اكتر واحد جبان فينا قال: يا جدعان بلاش سيرة البيت ده، انا بتوتر. انا استغليت الفرصة وقررت اعمل تحدي. قلت: ايه رأيكم نعملها تحدي، اللي يدخل البيت ويجيب حاجة منه يثبت انه راجل بجد. محمود وعلي اتحمسوا، بس حسام رفض رفض تام. فقررنا احنا ال3 ندخل ونخلي حسام واقف بره يحرسنا. كانت الساعة 11 بالليل والجو كان ساقع وهادي والشارع فاضي. وصلنا قدام البيت، المنظر لوحده كان يخوف. الأشجار اللي قدامه كانت كأنها ايدين طالعة من الأرض، والضلمة كانت مغطية كل حتة فيه. الباب الخشب الكبير كان بيطلع صوت خفيف مع كل هوا بيجي. أنا كنت ماسك كشاف صغير، محمود ماسك عصاية، وعلي ماسك موبايله عشان لو احتاجنا ننور. حسام كان واقف بره ووشه أصفر وبيقول بصوت واطي: يا جدعان والنبي بلاش، قلبي حاسس بحاجة وحشة. بس احنا ما سمعناش كلامه. زقنا الباب بصعوبة واتفتح بصوت أقوى وأقوى. ريحة تراب قديم من ريحة غريبة كأنها ريحة عفن مخلوطة بحاجة تانية مش مفهومة ضربت في وشنا. دخلنا خطوة بخطوة، الكشاف بتاعي كان بيتحرك على الحيطان المليانة عنكبوت. الأوض كانت ضلمة وكبيرة، كل حاجة فيها متغطية بطبقة سميكة من التراب. المشي جوه البيت كان بيعمل صدى صوت غريب، كل خطوة كانت كأنها بتتصنت علينا. فجأة سمعنا صوت همس خفيف كأن حد بيتكلم جنب ودني. أنا ومحمود وعلي بصينا لبعض. علي قال بصوت واطي: سمعتوا ده؟ محمود بلع ريقه وقال: يمكن هوا. كملنا مشي ودخلنا أوضة كبيرة، شكلها كانت الصالة. كان فيها كنبة مطربة ومكسرة، وترابيزة في النص. على الترابيزة كان فيه كتاب قديم مفتوح. الكتاب ده كان لونه غامق والورق بتاعه أصفر وبهتان، كانت عليه رسومات غريبة شبه الطلاسم والسحر. محمود مد ايده عشان يمسك الكتاب، بس أنا منعته. قلت له: استنى يا محمود، شكل الكتاب ده مش طبيعي. في نفس اللحظة اللي قلت فيها كده حسيت ببرودة شديدة في المكان، كأن درجة الحرارة نزلت فجأة. نور الكشاف بتاعي بدأ يرعش وبعدين طفى لوحده. الضلمة بقت كاملة وما بقاش فيه أي مصدر نور غير نور الموبايل بتاع علي اللي كان خفيف جدا. سمعنا صوت صريخ عالي قوي جاي من آخر البيت. الصريخ ده ما كانش صريخ إنسان طبيعي، كان نبرة غريبة كأنها بتطلع من أعماق الأرض. كل واحد فينا جسمه اتجمد مكانه. علي صوته كان مليان خوف وهو بيقول: ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ محمود كان بيحاول ينور الكشاف بتاعه تاني بس مفيش فايدة. في اللحظة دي حسيت بحاجة باردة بتلمس كتافي من ورا. لفيت بسرعة ومفيش أي حاجة، بس البرودة كانت لسه موجودة. بدأنا نسمع أصوات خبط على الحيطان وأصوات كأن في حد بيجري فوقنا. كل ده كان بيحصل في الضلمة الكاملة. الرعب مسكنا وبدأنا نجري ناحية الباب. احنا ال3 كنا بنجري في اتجاه واحد، بنحاول نطلع من البيت المسكون ده بأي شكل. وصلنا للطرقة الرئيسية اللي بتوصل لباب البيت، بس في اللحظة دي وقفنا مرة واحدة. قدامنا في نص الطرقة كان في حاجة واقفة، جسمها كان كأنها خيال، بس عينيها كانوا بينوروا بلون أحمر مخيف.
كانت طويلة جدا وشكلها غريب، صوتها كان كأنه همس، بس صدى الصوت كان بيملى المكان. جيتوا ليه؟ محدش يدخل بيتي. الخوف شل حركتنا، محدش فينا قدر يتحرك. محمود اللي كان قلبه جامد دايما وقع على الأرض من الخوف. علي رمى الموبايل من ايده وبدأ يصرخ. أنا كنت بحاول أطلع صوت بس مفيش فايدة. الخيال الأحمر ده بدأ يقرب مننا، كل خطوة كان بيقربها كنا بنحس بوجع في جسمنا، كأن في حاجة بتضغط على صدرنا. حسيت إن روحي بتتسحب مني فجأة من غير أي مقدمات. الخيال ده اختفى كأن ما كانش موجود من الأول. احنا فضلنا واقفين مكاننا، مفيش حد بيتحرك. بعد لحظات قدرت أطلع صوت، قلت بصعوبة يلا نطلع من هنا. جرينا بكل قوتنا ناحية الباب وطلعنا من البيت. أول ما طلعنا لقينا حسام واقف بره وشكله مرعوب بيصوت. أنا سمعت كل حاجة، سمعت صريخكم، شفت نور أحمر جوه البيت. جرينا احنا الأربعة وما بصناش ورانا. جرينا لحد ما وصلنا للحارة الرئيسية ووقفنا ناخد نفسنا. احنا التلاتة كنا بنرتعش، وشوشنا كانت مخطوفة. محمود قعد على الأرض وهو بيرتعش وبيقول أنا مش مصدق اللي حصل، أنا مش مصدق. علي كان بيعيط من الخوف. من اليوم ده محدش فينا قرب من بيت المنزلاوي تاني. بتقول إن البيت ده فيه جن بيحرس كنوز أو بيحرس أسرار، بس أنا متأكد إن اللي حصل ده كان سببه أعمال سحر كانت معمولة جوه البيت، أو بسبب الجن اللي كان ساكن فيه. بعد الحادثة دي كل واحد فينا حياته اتغيرت. محمود بقى يخاف من الضلمة، علي بقى بيشوف كوابيس كل يوم، أما أنا فبقيت مؤمن بوجود الجن ومبقتش أستهين بحكايات الناس القديمة. بيت المنزلاوي فضل مهجور ومقفول، ومحدش في حارة المنى بيفكر يقرب منه. أحيانا بالليل لو الجو هادي ممكن تسمع أصوات خفيفة جاية من جوه البيت، أو همسات بتنادي على حد، وأي حد بيسمعها بيجري على بيته ويستخبى تحت البطانية. بيت المنزلاوي مش مجرد بيت مهجور، مكان بيحكي قصة رعب حقيقية، قصة عن العالم التاني. ممكن نكون مش شايفينه، بس هو موجود حوالينا، وممكن في أي لحظة يكشف عن نفسه لينا. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات الجاية.